زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي قضايا إريتريا. اليوم سنناقش قضية مهمة هي موجودة حقيقة بين أوساط شعبنا الإريتري ونحتاج أن لا نغفلها، وهي قضية الإلحاد والعياذ بالله. هذه القضية التي بدأت اليوم تنتشر حول بعض البلدان الغربية والعربية والإسلامية مع الأسف، وبدأ بعض الشباب يتبناها ويعني يقولون بها ربما ليس اعتقادا ولكن مجرد فقط اتباعا للهوى وتقليدا لمن هم من المشهورين وغيرهم. باسمكم جميعا يعني نرحب ضيفي هذه الحلقة البروفيسور جلال الدين محمد صالح، الذي وفد علينا ضيفا عزيزا في قناة سلام. فباسمكم جميعا نرحب بشيخنا وبروفنا الغالي. أهلا وسهلا بروف. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبياكم. الحقيقة السعادة لا تسعنا في وجود بروفيسور جلال الدين محمد صالح، رئيس مجلس شورى رابطة علماء إريتريا. فأهلا وسهلا ومرحبا به في هذه الحلقة المباركة. هذه الحلقة ستناقش قضايا مهمة كما قلت لكم حول الإلحاد بفكره العام وأسبابه انتشاره في هذا الزمن وكيف المسلم يحذر منه. فإلى حلقتنا وإلى حوارنا. مرحبا بفضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا بدوري أرحب بكم وأشكركم جدا على هذه الحلقة المفيدة وعلى إثارة هذا الموضوع، فإنه موضوع مهم جدا ونحن في حاجة إلى بحثه ومناقشته. والكفر بين الحين والآخر يعيد نفسه بشكل وآخر، وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليقيس به إيماننا نحو مواجهة الكفر. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الحياة كلها للإيمان خالصة، وإنما هي دار ابتلاء بين الكفر والإيمان، ويدفع الله سبحانه وتعالى الإيمان بالكفر والكفر بالإيمان، وإن كانت الغلبة في نهاية الأمر هي الإيمان. الله أكبر. طيب دكتور جلال، موضوع الإلحاد ناقشه القرآن الكريم وقضى عليه منذ يعني ميلاد الإسلام، والقائلون به كانوا قلة وحججهم واهية، وحتى مشركي قريش لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. فيعني وجود الله سبحانه وتعالى ويعني اعتقاد المشركين بهذا الأمر بأن الله سبحانه وتعالى خالق رازق محيي مميت، ما كان عندهم في هذا شك أبدا، ولكن كان الخلاف في مسألة العبودية، هل يعبدون الله أو يعبدون معه غيره. هذه القضية اليوم أصبحت تنتشر شيئا فشيئا،
ولها من الداعمين ما لها. برأيك في البداية دعنا يعني نشرح للمشاهدين ما المقصود بالإلحاد. ما المقصود بالإلحاد؟ في البداية الإلحاد هو ألحد، مأخوذ من الفعل ألحد، وألحد بمعنى مال من جهة إلى أخرى. ونحن نقول في القبر اللحد هو الشخص عندما يحفر له جانب في القبر يلحد فيه. فالإلحاد في مفهومه اللغوي هو الميل والانحراف، وهنا يراد به الميل والانحراف عن الحق. حتى الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى إذا انحرف عن الحق في إيمانه بالله سبحانه وتعالى فهو ألحد بمعنى مال عن الحق. ولكن في مفهومه الاصطلاحي الإلحاد أخذ مفهوم إنكار الخالق وإنكار الإله ووجوده وتأثيره، بمعنى أن الإله غير موجود وأن الناس إنما وجدوا من غير موجد. هذه القضية التي يثيرها الملحدون. وحقيقة عندما نبحث عن تاريخ الإلحاد، تاريخ الإلحاد هو مقرون بتاريخ الكفر، فهو شكل من أشكال الكفر وهو نوع من أنواع الكفر. فقط الذي يجري هو يختفي في مرحلة ويظهر في مرحلة أخرى لأسباب وتوافر شروط وانتفاء موانع. تنتفي موانع اختفائه وتتوفر شروط ظهوره فيظهر. عند ذلك يبدو أمام الناس عيانا، لكنه وجوده وجود قديم ليس جديدا. حتى في الحضارة الإسلامية وجد الملحدون كابن الرازي، معروف عنه أنه كان ينكر وجود الخالق، وكتب في ذلك كتبا في الاستهزاء بالدين وبرسالة الأنبياء وبإنكار الخالق. فهي ليست ظاهرة فريدة يشهدها عصرنا، وإنما هي ظاهرة تتجدد كما قلت لتوفر شروطها وانتفاء موانعها. جميل. طيب، نجد نحن في هذه الفترة كثير من الغرب ملحدون، لا دينيون، لا يؤمنون بالإسلام ولا يؤمنون حتى بنصرانيتهم بأنواعها ومذاهبها المختلفة. وتجد حياتهم العملية الحياة مادة وسوف يأكلون التراب ونفنى. ليس عندهم تدين باتجاه الكنائس، وليس عندهم ميول أيضا إلى الإسلام. يعيشون على هذا الأمر يعني سنوات تلو السنوات، يكبر الصغير على هذا ويهرم الكبير ويموت عليه. برأيك يعني ما الذي جعل الغرب والنصرانية بالذات والنصارى أنهم يميلون إلى الإلحاد؟ لماذا؟ سأنتقل بعد هذا السؤال بروف جلال إلى تأثر المهاجرين الآخرين، ومنهم الإريتريون الذين هاجروا إلى بلاد الغرب وتأثروا بهذا الفكر وأصبحوا لا دينيين مع الأسف. وأيضا وجد هناك من يحيي من يجدد كما تفضل معاليكم في تجديد هذا الإلحاد والعياذ بالله هذا الأمر. فما هو سبب عدم تدين الغرب وميولهم إلى الإلحاد أكبر؟ نعم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. قضية الإلحاد لا تقوم على العلم، وإنما تقوم على الظن. ولو أن ملحدا
طلبت منه أن يثبت لك علميا وبأدلة وبراهين على ما ذهب إليه من إنكار الخالق لعجز تماما. فهو يسألك كيف تثبت لي وجود الخالق؟ ولو أعدت إليه السؤال كيف تثبت لي عدم وجوده؟ فهو لا يستطيع أن يثبت عدم وجوده، ليس له أدلة يثبت بها عدم وجود الخالق، ولكن الأدلة المشاهدة أمامنا هي تثبت وجود الخالق. ولهذا هنالك ملحد أوروبي اسمه برتراند راسل، وفيلسوف بريطاني، كتب كتابا لماذا لست مسيحيا؟ هو ملحد. هو نفسه يقول إن الذي يؤمن بالإلحاد هو كمن يؤمن بالخالق، كلاهما ليس لهما دليل على ما يذهبان إليه، هكذا يقول. بينما الأدلة العقلية والواقع المنظور أمامنا يثبت وجود الخالق سبحانه. نعم. ولا يؤيد. أما الملحد فلا يأتي لك بدليل أنه يثبت لك وجود الخالق، يثبت لك عدم وجود الخالق. ودعني أحكي لك قصة إن سمح الزمن بهذه. حدثت في حديقة هايد بارك في لندن. وجدت شابا إريتريا مسيحيا في نقاش مع شاب هندي من حزب التحرير في حديقة هايد بارك في سبيكرز كورنر، ركن المتحدثين. وكان هذا الرجل من حزب التحرير يدعو هذا الإريتري المسيحي إلى الإسلام. فقال له الإريتري المسيحي: أنا لا أؤمن بوجود الخالق، فضلا من أن أؤمن بالإسلام أو المسيحية. الشاب الإريتري هكذا يقول يعني. وأنا كنت على مسافة منهما قريبة أسمع النقاش، وأخذ النقاش بينهما يدور إلى أن تفرقا على مقولة ذلك الرجل الإريتري، الشاب الإريتري المسيحي: أني لا أؤمن بوجود الخالق فلا أؤمن بالأديان. أعوذ بالله. فلما انتهى النقاش اقتربت من الشاب الإريتري المسيحي وقلت له: لقد تابعت النقاش بينكما وأعجبني، ما رأيك لو أننا مضينا في النقاش؟ فقال لي: لا بأس. فقلت له: إن النقاش سيكون بالعربية من قبلي، وأنت لا تفهم العربية، دع أخانا هذا، وكان معي أخ لا أذكر اسمه الآن جبرتيا ينطق بالتجرينيا، فقلت له: أنت ترجم الحوار يعني. ودار الحوار. سألته: ماذا تعمل؟ فقال لي: أنا طالب في الجامعة وتخرجت من الجامعة. قلت له: لقد اتخذت قرارا جد مهم في حياتك أنت وفي علاقتك بمن حولك من المجتمع الإريتري، وبعلاقتك بأبويك المسيحيين، وبعلاقتك مع المجتمع المسيحي، لأن المجتمع كله يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. أنت خرجت واتخذت قرارا مهما جدا، بودي أن أعرف كيف وصلت إلى هذا القرار، لأن قرارا كهذا لا يمكن أن يتخذ بهذا بسهولة يعني. قرار وإنكار وجود سبحانه، لأنه سينعكس على حياتك أنت في ذاتك، وسينعكس على علاقتك بأبويك، وسينعكس في علاقتك بالكنيسة الإريترية. نعم. سينعكس في علاقتك بالمسلمين الذين حولك، المجتمع كله. فالإنسان عندما يتخذ قرارا مثل هذا لا ينبغي أن يتخذه شهوة من عنده أو رغبة أو ظنونا. أتوقع أنك قد بحثت وقد بذلت جهدا وقرأت ما كتبه الملحدون وما كتبه المتدينون والنقاش الذي دار بينهما، وبعد هذا البحث العميق وصلت إلى نتيجة أن الإله غير موجود.
هذا الذي أتوقعه أنا، فهل فعلت هذا؟ فقال لي أنا لم أفعل هذا. فقلت له كيف إذن وصلت إلى هذا القرار؟ قرار صعب، قرار صعب. الناس يتعبون من أجل أن يتخذوا قرارا تجاريا. إذا أرادوا أن يؤسسوا شركة أو عملا تجاريا ما، هنالك ما يسمونه بدراسة الجدوى. صحيح. يدرسون ما جدوى هذا العمل التجاري، ما المهددات، ما المحفزات، نسبة نجاحه، نسبة فشله، ثم يتخذون قرار الدخول في هذا المجال أو عدم الدخول فيه. أنت كيف دخلت في مجال الإلحاد من غير دراسة جدوى، من غير بحث، وأنت طالب جامعي؟ فهو قال عند ذلك هو عايز حيشي بلالو بالتقنية يعني. أيوه. هو يقول ما يفيدني أنا. نعم. فقلت له أنا الآن لا أريد أن أناقش في هذا المجال الآن، ولكني أطرح عليك هذا السؤال: كيف وصلت أنت إلى هذه النتيجة؟ فقال لي أنا لم أفعل هذا. قلت له إذن أنت اتخذت قرارا غير مدروس. نعم. وعليك أن تعيد النظر. فقال حقي نعي زحيش يبللو. نعم. هو محق ويقول ما يفيدني أنا. قلت له هكذا سينتهي النقاش، ولكنني سأهديك كتابا، وهذا الكتاب بالإنجليزية تقرأه، ولا أريد منك أن تصل إلى النتيجة التي وصل إليها الكتاب بمجرد قراءتك للكتاب، ولكن أريد منك أن تقرأ الكتاب وتتبع المنهجية نفسها. عن ماذا كان الكتاب؟ قلت له هذا الكتاب هو لطبيب فرنسي اسمه موريس بوكاي، مسيحي في فرنسا، كاثوليكي، ولكنه أراد أن يبحث في أي الأديان الثلاثة يوجد الحق من خلال المحاكمة إلى العلم، إلى المعمل، لأنه هو طبيب. فخرج بنتيجة بعد بحث إلى أن القرآن هو الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. وأما الكتب الأخرى فقد طرأ عليها التحريف والتبديل، وأن الإيمان بهذه الكتب يؤدي، الإيمان بالتوراة والإنجيل يؤدي إلى الاصطدام بالعقل، والاصطدام بالعقل أدى إلى الإلحاد. وهذا هو السؤال في اللي سألتني عنه: لماذا أوروبا ألحدت يعني؟ أيوة. بالضبط، أنا كنت أريد أن أعيدك إليه وأنت الآن رجعتها. فهو يقول أن التوراة والإنجيل يصطدمان مع الحقائق العلمية المحرفة طبعا. أيوة طبعا، التوراة والإنجيل المحرفة طبعا. نعم. أيوة، هو يتحدث الآن محرفة. نعم. يصطدمان بالعقل. سبب الاصطدام ليس لذاتهما، لأنهما في أصلهما من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن للتحريف الذي طرأ عليهما. نعم. ولأن القرآن لم يطرأ عليهما، طرأ عليهما، فإنه الكتاب الوحيد الذي لا يصطدم مع العلم. الله أكبر. وعدم اصطدامه مع العلم هو عدم اصطدامه مع العقل. وعلى هذا الأساس أعلن إسلامه وكتب كتابا: القرآن والتوراة والإنجيل والعلم. والكتاب بالإنجليزية، بالفرنسية، ثم ترجم إلى الإنجليزية، ثم ترجم إلى العربية وأسلم. قلت له أريدك أن تقرأ هذا الكتاب. الله أكبر. موريس بوكاي. ووعدته أن أرسله إليه، وطلبت منه أن يعطيني
عنوانه البريدي، فبعثت إليه الكتاب بالبريد ووصله، ونسيت الرجل وغاب عن ذهني. وفي ذات يوم وأنا أمر بشارع إجوار رود في لندن تقابلنا، فسلم علي وقال لي: تذكرني؟ هل تتذكرني؟ قلت له: I don't know، أنا لا أعرف أين كم الفترة كانت بينكم؟ كانت طالت يعني قرابة سنة أو كذا يعني. قال لي، أنا قلت له يعني أنا الفترة طالت، لكن قال لي أب حديقة هايد بارك، أب سبيكرز كورنر تراخي هنا. أوه أنا تذكرت يعني. قال لي: إحنا تلاقينا في حديقة هايد بارك. جميل. قلت له: هل الكتاب وصلك؟ قال لي: وبصيحني وصلني. قلت له: اقرأ الكتاب وأنت بطريقتك قرر الذي تقرره. المفروض أنه وصله وقرأه. أيوة. ما أعطاك النتيجة؟ ما أعطاني النتيجة. قلت له: اقرأه وواصل، المهم أن تبقى مؤمنا بالله عز وجل بغض النظر عن أي دين تعتنق. ولكن قضية إنكار الخالق مسألة ليست بتلك السهولة التي يتخذها الرجل وهو على أريكته أو على سريره أو وهو يشرب فنجان قهوة. إنها مسألة تحتاج إلى جهد، ولهذا المولى عز وجل يقول: إنهم لا يظنون. فهو في الإلحاد هو دين الكسالى الذين لا يبحثون، الذين يريدون أن يتحرروا من المسؤولية، الذين يريدون أن يقولوا إن الحياة لا مسؤولية فيها، وهذا غير صحيح. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كلا، أنكم سترجعون إلينا. تعالى الله. إن الحياة ليست عبث، والملحدون يريدون أن يجعلوا منها عبثا. ولهذا ظهرت فلسفة في أوروبا اسمها الأناركية. الأناركي هي اتجاه انشق من الماركسية، وهو ينادي بالعبثية، بالفوضوية. ولهذا يقول إنه الدولة أداة قمع ويجب أن تنتهي من البداية. فهو يسعى إلى مجتمع لا دولة، المجتمع الذي لا دولة فيه، لا نظام فيه، لأنه يحسب أن الحياة عبثا. ولكن لأننا ندير الحياة بقوانين في دولنا، فهنالك أنظمة في الدول، وأن من يخالف هذا النظام سيعاقب. وهنالك جزاءات وكفاءات لمن أجاد وأحسن. فهذه الحياة تعطينا نموذجا بأن ما بعد ذهابنا هنالك أيضا مكافآت وجزاءات، وليس هنالك عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. طبعا. طيب دكتور جلال، قبل حوالي 3 عقود أو 4 كانت تتبنى هذه الفكرة روسيا، وهي فكرة الإلحاد والشيوعية والعياذ بالله. اليوم أصبح هذا الإلحاد لا مكانة له في روسيا، ولكن ثمة هناك دول ربما وإن لم تعلن به كدين أساسي في بلدانها إلا أنها تمارسه، يعني كالصين مثلا، اليابان مثلا، وكما تحدثنا عن أوروبا. وفي الآية الكريمة فرأيت من اتخذ إلهه هواه. ذكرتم الآن قبل قليل بأن السبب في ذلك لعدم تحمل أي مسؤولية، لا يريدون أن يتحملوا مسؤولية. وأشرت إليه إشارة خفيفة سبب ذلك بأن النصرانية واليهودية المنحرفتان هما كانتا السبب في ذلك. لكن سؤالي الآن،
كل إنسان في داخله فطرة، نعم. فطرة الميول إلى الله سبحانه وتعالى. كل مولود يولد على الفطرة، ففطرة وجود يعني. ولذلك في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني كيف هذه الأعداد الهائلة من البشر ينكرون الرب سبحانه وتعالى، وفي قرارة أنفسهم هو إلههم وربهم، وعند الشدائد يلجؤون إليه. تعليقكم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. عندما تستعرض تاريخ البشرية كلها من آدم عليه السلام إلى ما نحن فيه الآن، فإن نسبة الملحدين فيها أقلية جدا لا يذكرون، لا قيمة لهم. المؤمنون هم جل البشر، لأن هذه فطرتهم، أن الله فطرهم على الإيمان، ولهذا الإنسان مجبور على العبودية. فإن لم يعبد إلها واحدا عبد آلهة أخرى، وإن لم يعبد آلهة على شكل أصنام عبد ذاته، اتخذ من نفسه إلها. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. هذا يدلك على الإنسان جبل على العبودية. ودليل هذه الفطرة في القرآن حدثنا عن فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى، فأنكر وجود نعم. قال أنا ربكم الأعلى. نعم. فرعون هذا ربنا سبحانه وتعالى قال عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وهو آمن في لحظة الحرج عندما رأى الغرق. لكن دعني أنزل بك إلى واقعنا الآن. جميل. مما قرأته في كتاب السيرة الذاتية لجورج بوش الأب الذي مات. جميل. عنده كتاب اسمه السيرة الذاتية. جورج بوش الأب كان سفيرا للولايات المتحدة في بكين. يحكي قصة عجيبة عن ماو، وماو هو الرجل الملحد. يقول بوش الأب جاء كيسنجر، وكان وقتها وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في عهد فورد، الجنرال فورد. ويقول بوش ذهبنا لزيارة ماو، وكان ماو وقتها مريضا، فجئناه في مكتبه، وكل منا أخذ مقعده في المجلس إلى أن يخرج إلينا ماو. فقال جاءنا ماو، فخرج إلينا ماو وهو يتكئ على فتاتين، لأنه كان يعاني من الروماتيزم. فجاء متكئا على فتاتين ثم أخذ مجلسه. جميل. وابتسم. فقال له كيسنجر كيف تجد صحتك؟ فقال ماو هذان متعبان، وأشار إلى ركبتيه إلى قدميه، أنني أعاني من الروماتيزم. أما هذا فيعمل بشكل جيد، وأشار إلى دماغه وعقله. وهو ملحد. والعياذ بالله. فقال له كيسنجر ثم قال ماو وهو يشير هذان متعبان، أشار إلى قدميه، وهذا يعمل بشكل جيد، وأشار إلى دماغه. ثم أردف قائلا لقد تلقيت دعوة من الله. يعني أنني أحس أنني سأموت، لقد تلقيت دعوة من الله. الله يدعونني، يقول لي تعال، لقد حان وقت مجيئك إلينا. فقال له كيسنجر معقبا على ما قال بدبلوماسية ساخرة، قال له لا تلبها. قل له أنا لا أتي. أنت تعرف الرؤساء يوجهون دعوات إلى بعض، فبعضهم يعتذر لبعض ويقول له يعني إذا ثمة علاقة سيئة بين الطرفين يرفض أحد المدعوين أن يلبي الدعوة، لأن له إرادة في هذا.
نعم. ولكن عندما تكون الدعوة موجهة من الله عز وجل، تعالى، فمن الذي يستطيع أن فما عبر بعبارة تلقيت دعوة من الله، وهي عبارة دبلوماسية. تلقيت دعوة من الله كأنه رئيسا ما يدعوه. فكيسنجر أجاب إليه بلغة دبلوماسية أيضا، وقال له لا تلبها، قل له أنا لا آتي، بمعنى أنا لا أموت، ولكن هل تستطيع، كأنه يقول كيسنجر هل تستطيع أن تتمرد على الموت؟ نعم. هل تستطيع أن تقول للخالق الذي وهبك الحياة لا تستطيع أن تسلبها مني؟ فأخذ معه في المجلس حسب ما يحكي بوش يكرر اسم الإله الله الله. يقول بوش لقد ورد اسم الله في مجلسنا أكثر من مرة سبحانه وتعالى، وهذا مصداق وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. الملحدون يتظاهرون بالإلحاد، ولكنهم في داخلهم يوقنون لأنها هي الفطرة. ثم يمضي بوش في حديثه فيقول حضرت جنازة برجنيف. برجنيف هو أحد أعضاء الحزب الشيوعي السوفيتي والذين حكموا الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، ومات برجنيف وأقيمت له جنازة، فبوش حضر ضمن الوفد الأمريكي الحاضر. فيقول بوش وجثمان برجنيف مسجى رأيت عجوزا، امرأة عجوز يعني عجوزا تأتي ووقفت على جثمان برجنيف ورسمت عليه الصليب، ثم عادت. فسألت عنها فقيل لي أنها أرملة برجنيف، زوجته. يقول بوش فعلمت أن الله ما زال حيا في الاتحاد السوفيتي بعد مضي 70 عاما. سبحان الله. هذه هي الحقيقة. سبحان الله. إن الإلحاد لا يستقر، إن الإلحاد هو حالة مرضية، حالة نفسية يعانيها الإنسان. سبحان الله. ولكن في حقيقته في الداخل يوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في حياته، فهو الذي وهبه الحياة وهو الذي سيسلبها منه. هذه هي الحقيقة. أنعم وأكرم دكتور جلال، انتهى الوقت ومعنا فقط 30 ثانية أن نوجهها نصيحة للشباب، وأعتقد أن هناك نقاط عديدة لم تناقش، لعل إذا يسر الله لنا حلقة أخرى نكمل هذا النقاش لنعلم ما هو سبب دخول هؤلاء الشباب، بالذات شبابنا كإريتريين متواجدين في بلاد أوروبا. أما في داخل إريتريا، طبعا في الداخل قديما كانت تقال هذه الكلمة دكتور جلال، يعني كنا نسمعها ربي لن أبيلو ربي من رئيوه. هذه العبارة كنا نسمعها قديما قبل 50-60 سنة على بعض رجالات يعني جيش إريتريا مع الأسف الشديد. وحتى كانوا يقولون نحن إحنا زينات زي بقلصمنا إنا أمتئنا يوم، يعني ينكرون وجود الرب حقيقة. لكن هي تعتبر ليست ظاهرة، وإنما كانت يعني بعض مقولات من بعض من قل حظه من الإيمان بالله أو من وقع. قضيتنا في الحقيقة في شبابنا الذين يعيشون في الغرب، الذين فعلا اليوم والعياذ بالله يعتنقون هذا الفكر هوى. كيف نناقشهم؟ كيف نقنعهم؟ إلى ماذا نردهم؟ هو هذا الذي نتحدث عنه إن شاء الله في حلقة قادمة. الآن لديكم 30 ثانية نصيحة لهؤلاء الشباب. أقول لهؤلاء الشباب الإلحاد هو دليل العجز العقلي، وليس دليل النضج العقلي. إن العقل الناضج يقودك إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. سبحان الله. أما العقل العاجز الذي لم يبحث والذي ينساق لهوائه ولأهوائه،
هو العقل الكسول. والقرآن لو استعرضت آياته التي جاءت في العقل لا يتحدث عن العقل، عقل مصطلح عقل، ولكن القرآن يتحدث عن التعقل اللي هو تفعيل العقل. ولهذا يقول لعلكم تعقلون، ويقول أفلا تعقلون. التعقل وتفعيل العقل، استخدام العقل. نعم. فالعقل إن لم يفعل يبقى مجرد أداة جامدة لا قيمة لها. ولهذا القرآن يتحدث عن التعقل. أدعو الشباب إلى أن يتعقلوا. التعقل معناها أيها الشباب في اللغة العربية هو تفعيل العقل، استخدامه لا تجميده. أما هؤلاء الذين ضربت بهم مثلا والذين كانوا يقولون أين الإله، نعم، هؤلاء تحرروا أو هكذا يتوهمون أنهم تحرروا من الخالق ليعبدوا المخلوق، فإنهم الآن أمام النظام الذي معهم يخافونه ويرهبونه، يرجون رغبته ويخافون رهبته. هو الإله الذي أمامهم، إنه أساس بما يملك من عتاد عسكري وجهاز أمني ومكافأة مالية يرجون مكافآته، فيتقربون إليه بالاستخبارات والأجهزة ويخافون عقابه، لأن الجهاز الاستخباراتي والتجسس يطاردهم فيؤمنون به ولو ظاهرا. أقول لهم اعملوا هذا العقل، إن الإله الذي خلقكم سيجازيكم. نعم. ويسلط عليكم في هذه الدنيا من لا يخافه ولا يرحمكم، فأنكم مهما فعلتم فلن تخرجوا عن إرادته سبحانه وتعالى، وهو يملي لكم ولا يهملكم. فهذه حقيقة. أقول لجميع الشباب الإريتري الباحثين عن الحقيقة، هنالك شباب لا يبحثون عن الحقيقة ويحسبون الدنيا عبثا. هؤلاء الشباب أقول لهم ولغيرهم للباحثين عن الحقيقة ولهؤلاء الشباب الذين لا يودون أن يبحثوا عن الحقيقة، تعقلوا. ومعنى تعقلوا أعملوا العقل. شكرا. شكرا. مشاهدينا الأكارم، استمتعنا بحديث جميل وعلم عظيم من الدكتور جلال حول ظاهرة الإلحاد التي بدأت تنتشر اليوم، ورأينا كيف مرسي بوكاو أسلم، وكيف كان موقف الملحد ماو في تكرار ذكره لرب العالمين، وكذلك برجنيف كيف جاءت أرملته ووضعت الصليب على جنازته، مما يدل على يعني وجود الله سبحانه وتعالى واعتراف هذه النفوس التي خلقها الله عز وجل بربها سبحانه وتعالى. فإذا كان هؤلاء القادة لهذا الفكر الباطل قد رجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، فما هو موقف الشباب؟ مشاهدينا الأكارم، باسمكم جميعا أتقدم بشكر الجزيل على البروفيسور جلال الدين محمد صالح وتلبيته لهذه الدعوة ومشاركته معنا. الوقت قصير حقيقة والجلوس معه ماتع جدا. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.